مساء الخير، وخلينا الفيديو ده اتكلم في موضوع اكيد انت عارفه من عنوان الفيديو، لكن قبل ما ادخل فيه عايز اقول حاجه ليها علاقه بفيديو تحليل بوسترات لص بغداد، ويعني الحاجه دي تقدر تعتبرها ابروتش الموضوع فيديو النهارده. طب ايه الحاجه دي؟ في فيديو لص بغداد اشدت بان التايبوجرافي حلو جدا وتطور ملحوظ بعد العك اللي حصل في تايبوجرافي اسم فيلم خيال مآتة من نفس المصمم. وبعد ما الفيديو نزل استاذ احمد دهب مشكورا بعت لي على صفحه الفيسبوك البروجكت اللي هو عامله من 2018 واللي واضح جدا ان لص بغداد منقول منه. دي حاجه ضايقتني لسببين. الاول ان ما بحبش اشوف شغل حد بيتنقل كده من غير ما حتى على الاقل نقول انسبايرد باي، يعني المصمم اخد فلوس وكتب فلان سنكليح ديزاينز، والشخص الحقيقي اللي عمل التايبوجرافي اللي اتقلد ما خدش حاجه ولا حتى ذكروا اسمه. الحاجه الثانيه اللي ضايقتني دي من نفسي، يعني المفروض انا بتفرج كتير وفاهم الشغل، فازاي ما خدتش بالي ان التطور من العك للشغل اللي شكله حلو حصل بسرعه كده. يعني لص بغداد وخيال مآتة تقريبا كانوا في نفس الموسم، بس لص بغداد اخروا ميعاد عرضه، يعني بينهم فتره قليله جدا على التطور الكبير ده، خصوصا اني متتبع شغل المصمم المحترم بتاع لص بغداد وليه سقطات كتير جدا في سوء ووحاشه وقماءه التايبوجرافي. في امثله على كده، قد ايه التايبوجرافي بتاع فيلم عنتر ابن شداد سيء ووحش وقميء، قد ايه تايبوجرافي طلقة حظ رديء جدا واي كلام في اي حاجه، وقد ايه طبعا تايبوجرافي خيال مآتة وخفه يد حاجه يعني ما تتشافش. فازاي بسرعه كده تطور؟ فكان لازم اشك، لكن ملحوقه. ليه اسباب اللي تخليني اصدق استاذ احمد دهب. اول حاجه دخلت عنده ولقيته فاهم بيعمل ايه، ليه كذا تايبوجرافي تاني كان راسم له كده سكتش وبعد كده عمل تريس للسكتش، يعني مش سارق شغل حد، وليه التكنيك بتاعه في الاظهار والتلوين. وعلى الرغم اني مصدقه 100% الا ان برضه وارد يكون اللاير ستايل او الافكت اللي في الكتابه موجود على النت، وعلى الرغم ان هو بيقول انه ما بيشتغلش بافكتات جاهزه، لكن برضه لازم اكون على يعني قدر من الحياد طالما ما سمعتش من الطرف الثاني. وزي ما قلت اساسا بروجكت استاذ احمد دهب من 2018، يعني قبل لص بغداد بكتير. واضح قوي في البروجكت الاصلي ان الحروف واخده نسق ونمط ثابت، الزياده دي او الشفه دي مثلا في الالف والنون والب. الصاد اللي هو في لص بغداد عباره عن الطه بس متشال منها العصايه اللي فيها دي، نهايه الياء اللي هي نهايه اللام، كمان النقطه لاحظ ان هي. وعشان كلمه انا بطل الحكايه ما فيهاش حرف غين او دال، فهتلاقيهم هم الوحيدين اللي مش ماشيين بنفس النسق ومنشزين، لانه المصمم حاول يرسمهم بنفسه من غير ما ياخد ريفرنس. بعد كده عمل نفس الالوان تقريبا مع اختلاف الدرجات وشكرا. وليا برضو الحق ان اصدق انه منقول، لان المصمم ده ليه كذا وقعه نقل، وده بقى موضوع فيديو النهارده، وهو النقل من الهنود. مبدئيا انا دايما احس ان الهنود هم اقرب شعب لينا كمصريين، يعني ما اعرفش، بحسهم شبهنا كده، حياتهم شبهنا، شوارعهم شبهنا. اعتقد برضو الثقافه قريبه من بعض، حتى في الحاجات العبيطه زي التيك توك مثلا، او زي ما انا بحب اسميه ضرب المهابيل. مهابيلنا في مصر بيروحوا يشوفوا فيديوهات مهابيل الهند ويجوا يقلدوها ويقول لك كونتنت. ده مش موضوعنا دلوقتي، المهم ان التقليد من الهنود ظاهر وانت اكيد شفته على الاقل مره. يعني مثلا من لص بغداد احد بوسترات مسلسل طلقة حظ، وباين برضو ان التكوين واحد ومنقول كمان لنفس المصمم مسلسل خفة يد وتكوين الموتوسيكل ده، بس برضو احقاقا للحق احنا كمصريين لينا السبق في موضوع الموتوسيكلات والعربيات، يعني كل ما نعطل نديها موتوسيكل، عربيه، مركب، اي حاجه، ونركب الابطال كلهم وكل شخصيات الفيلم في الحاجه دي. الغريب ان ما بنعرفش ندمجهم صح، ودايما بنعك الدنيا، فليه بنعملها من الاول ما تفهمش. كمان بوستر فيلم رغده متوحشه، التكوين اللي يعني المفروض بيعكس حاجه مهمه من الفيلم، ان رامز جلال عامل شخصيتين متاخد من بوستر فيلم سوبر ناني. طب نمسك كده رغده متوحشه كحاله، لو مش هنقلد الهنود هنعمل ايه؟ مفيش، هنفتح الدولاب نعمل التكوين العائلي، رصص الممثلين في الرصه المعتاده، نقعد البطل على كرسي بدون مبرر او داعي، نرصص الناس حواليه ونحط خلفيه عباره عن لون سوليد في جريدينت خفيف راديال وبقعه بيضه وشكرا. بس يعني الكرسي ده بيفكرك بحاجه، نفس المصمم نفس التكوين بس الافلام مختلفه. يعني لو ما قلدناش من الهنود ما بنعرفش نعمل تكوين مميز بيعكس حاجه مهمه في الفيلم، بيعمل نفس التكوينات اللي بيعملها كل سنه وكل فيلم وكل حاجه. كمان بوستر فيلم سبع البرومبا اللي متاخد من بوستر فيلم مباركان. طيب ناخد سبع البرومبا كحاله، لو مش هنقلد هندي هنعمل ايه؟ هنعمل برضو نفس التكوين العائلي اللي ما فيهوش فكره، والبوستر يبقى ملوش اي 30 لازمه، بنفس خلفيه رغده متوحشه مع تغيير اللون. انت متخيل ومدرك فقر الابداع وصل لفين؟ شخصيا بحيل السبب ده، لان اللي شغال فوتوغرافر وليس ديزاينر، حتى لو بيقولوا على نفسه ديزاينر، هو فوتوغرافر عامل كتالوج بوسترات هندي، عامل لهم ابريشيت في بيهانس، بيطلعهم للمنتج
المخرج او الممثل ينقوا الاروش فيهم، ها الشقي الروش، ويلا يا فنانه هنصور، يلا يا فنانه هنصور، تك تك بقى بوستر. طب في حاله لسه بغداد ما لقيناش بوستر هندي عامل حكايه المعابد والكلام ده، نقوم واخدين نفس خلفيه مسلسل ربع رومي بنفس التماثيل لنفس المصمم ونستخدمها في لسه بغداد. تاني متخيل فقر الابداع وصل لحد فين؟ وعشان ما بقاش متحامل على المصمم، اغلب الاعمال اللي انا عرضتها دي بالضروره افلام ومسلسلات خفيفه ما فيهاش فكره عظيمه مثلا او فلسفه وغير محيه بافكار تصميميه خرافيه، لكن انا عايزك تعمل تجربه. يوم 29 نوفمبر او يعني 30 هتنزل الحلقه السابعه لمسلسل سي على اي جي بيست، تشيت شيت وكل حاجه، بس وانت بتحمل الحلقه خد جوله كده في صفحه المسلسلات الاجنبي في اي جي بيست، شوف كميه التنوع في الالوان والتكوينات والفونتات والافكار، وارجع قارنها بصفحه المسلسلات والافلام العربيه، هتعرف ان احنا بعاد جدا جدا. بوستراتنا هجين شويه تقليد هندي على امريكاني، ملناش طابع في اي حاجه، حتى الريتاتش اللي بيلمع الجلد اوفر ده مقتبسينه من الهند برضه. كمان عمالين نكرر نفسنا في اي فيلم كوميدي مثلا تلاقي فيه البوزات المزبهله دي، ما تفهمش ايه اللي بيدعو للعجب. فاحنا متاخرين جامد في البوسترات وما عندناش اي حاجه مميزه او شغل يرقى لمنافسه الشغل العالمي لاسباب كتير هقولها لك الفيديو الجاي. وطبعا عشان الفيديو ده عن الهنود، فلو خدت بالك في فيديو المجلات اللي فات حطيت لك مجلات هنديه في الثامبنيل كايستر ايج، محدش خد باله غير علي تيوب وبس كده. وطبعا الاسطمبه بتاعت كل مره ان لو عجبك الكلام ممكن تعمل لايك، ولو حاسس ان انت تحب تسمعني تاني سواء في المحتوى ده او في محتويات اخرى تعمل سبسكرايب على اليوتيوب وسي فيرست على الفيسبوك، ولو انت من محبين الانستجرام تعمل لي فولو على الانستجرام، واهم بقى من كل ده ان انت تشوف الفيديوهات اللي فاتت وبس كده. شكرا جزيلا.